صديقة للقناة بعتلي بتقولي عمالين نغني على نفسنا ولنفسنا، يا ترى اخرتها ايه؟ مفيش حاجة بتتغير. هي بتتكلم على موضوع اللاجئين او المستوطنين، بقى خلينا نقول الهكسوس الجدد. الحقيقة الجملة دي بتفكرني في الافلام القديمة المصرية، لما كان في افلام بتبقى يعني بتتناول فترة احتلال الانجليز وكده، فكان تلاقي كده واحد من الناس ديالوج كده بين اتنين يقول له يعني هي المظاهرات دي والكلام ده هو يعني الحاجات دي اللي هتطلع الانجليز من مصر يا اخي، مش عارفه ايه ها. يا جماعه، صوتنا عالي، ولما عالي الحكومه عملت شويه اجراءات سكتتنا بيهم حبه، بس صوتنا فضل عالي. وصوتنا العالي ده على فكره بيزيد، يعني كان في ناس مع وجودهم وكانت بتشوفهم ناس غلابه وطيبين، دلوقتي الناس ديت عرفت الحقيقه، فاحنا صوتنا بيعلى، وصوت على صوت على صوت اصواتنا عماله بتزيد، والناس بتبتدي تفهم. يعني دلوقتي يا جماعه انا عايزه اقول لكم في موضوع غزه على سبيل المثال، ما في تعليق بلاقيه الا وكلهم رفض للتبرع لغزه، يقولوا المصري اولى. وبمناسبه بقى ايه، اما بنقول اللي يحتاجوا البيت يحرم مع الجامع، يدخل واحد فيلسوف، طبعا الفيلسوف دول احنا عارفين هم الناس المنتفعين من وجود اللاجئين، من اللي بيأجروا لهم وبيتعاملوا معاهم، او من الاخوان. فيقول لك ايه، على فكره، اللي يحتاجوا البيت يحرق مع الجامع دي مش الجامع اللي احنا بنصلي فيه ده الجامع اللي هو جامع الضرايب، وات ايفر. وعلى فكره حتى لو هو الجامع اللي هو المسجد يعني برضو يحرم مع الجامع على فكره. يعني انت مثلا لو الجامع محتاج كرسي وابنك محتاج كرسي، هتروح تدي للجامع كرسي وتسيب ابنك؟ بالمنطق اهو، بالمنطق، بالانسانيه يعني بالانسانيه، يعني انت تدي لابنك ولا تدي للناس اللي في الجامع؟ بالعقل. طيب دلوقتي الناس ديت على فكره اللي تقول لك المصري اولى ومصر اولى واحنا ساعدناهم كتير وبيشتمونا وبيقلوا ادبهم علينا، ده طلعت واحده يا جماعه من غزه في مساعدتنا ليهم في اول اللي حصل لهم في 7 اكتوبر، طلعت كلبه من عندهم تقول ايه، هو انتوا لاقيين تاكلوا عشان تساعدونا؟ وش ده غير اللي قاعدين في بلدنا وبيشتمونا. تمام. فانا بقول للصديقه او الصديق اللي قال اللي هو يعني متضايق وحاسس ان مفيش حاجه هتتغير، لا، احنا اصواتنا عليت، وبعدين اصواتنا بتكتر والناس بتعرف الحقيقه. ولما الناس اتطردت من بيوتها بداوا ياخدوا بالهم، لما يطلع اليوتيوبرز السياسيين يدافعوا عنهم بدات الناس تاخد بالها وتقول لا ايه ده، هو في ايه بالظبط؟ انتوا بتدافعوا عن الحكومه في الحته دي. واحد يقول طيب، واحد يعني فريكيكو كده، ده اذكى اخواته، مش هقول على اسمه طبعا بكل تاكيد، ده مذيع وعامل قناه على اليوتيوب، يقول لك يعني هي المخابرات ما تعرفش وامن الدوله ما يعرفش، انتوا بقى اللي تعرفوا. احنا بقى اللي نعرف، لان حضرتك مصر دي مش بتاعه امن الدوله بس، مش بتاعه المخابرات بس، مش بتاعه الرئيس بس، مش بتاعه سيادتك بس، ولا بتاعه الست والدتك بس، لا دي بتاعتنا كلنا. فكلنا من حقنا نرفض وجود ناس احنا مش عايزينهم على ارضنا، ناس خربوا بلادهم والدولة بتعمل لهم قوانين توطين وتجنيس وبتدخلهم في الحياة السياسية وبتنفذ خطتهم. على فكرة يا جماعة التهجير الناعم بيتم، وعشان كده السيسي بيتم الترحيب بيه، وبيقوموا يوقفوا له ويسقفوا له. انا اسفه اني بقول الكلام ده يا ريس، وعلى عيني وعلى راسي يا ريس، وانا بحترمك جدا، بس معلش يعني الاحترام ازاي ده والفلوس دي كلها والكل ده علشان احنا قابلين بالتهجير الناعم. انت بتدخلنا ناس على شكل مصابين ومعاهم قرايبهم، طيب كل ده بقالهم سنتين ما تعالجوش، ما خفوش، قاعدين لنا هنا ليه؟ هما بيقعدوا ليه وبيتجنسوا ليه؟ وحتى في الكوره يا جماعه تلاحظوا ان الفرقتين الزمالك والاهلي بيموتوا ويجيبوا بيجنسوا لاعيبه فلسطينيه علشان يقعدوهم ويلعبوهم على انهم لاعب محلي. طب اماره ايه؟ طب دول ممكن يلعبوا معانا المنتخب؟ ما هنلاقيهم في المنتخب، ما المنتخب كله ما علينا. دلوقتي هيدخلوهم البرلمان، واحده من عيله برغش. مين عيله برغش؟ اللي حماس بتقتل فيها، وهي بتقتل في حماس ودواعش واخوان مع بعضيهم وكده. طب هي جايه مصر بتعمل ايه؟ جايه مصر عشان تدخل في السياسه وتتجنس بعد 10 سنين؟ هي كده يعني؟
يعني احنا نسيب مصر نجنس الناس اللي خربوا بلادهم وبنكافئهم، والناس اللي محافظه على جبهتها الداخليه يا ريس تتفشخ؟ نطرد من بيوتنا، نتعامل وحش في بلدنا، يهددونا في بلدنا، يهددونا على ارضنا، والبوليس اللي هو في خدمه الشعب بقى في خدمه اللاجئين، ما هو ما بيجيش، فطبعا اللاجئين عارفين ان هم مش هيجي، فبالتالي يستمرقوا ويضايقوا المصريين. على فكره انا بقول الكلام ده وكل المصريين عارفين الكلام ده في واحده لدرجه الكلام ده من سنه او سنه ونص، لاجئين سودانيين ومش فاكره ايه اللي حصل، فهي اتكلمت معاهم بالراحه، راحوا قالين ادبهم عليها، وبعدين مسكوا لها سلاح ابيض، وبعدين استغاثت بالشرطه كذا مره، الشرطه ما جاتش، استغاثت بالسوشيال ميديا، السوشيال ميديا بقى هم اللي يبلغوا لها البوليس، لولا ان البوليس جه كانوا واقفين لها تحت بيتها وبيطلعوا لها عند شقتها. بمناسبه السلاح، السودانيين والافارقه انا بشوفهم في العيد، ولقيت ناس كلها بتشوفهم مش انا لوحدي، وفي ناس مصوراهم بيبقوا نازلين معاهم سلاح. مره بتكلم راح واحد فلحوس برضو فيلسوف قال لي حضرتك ده عيل صغير، قلت له عيل صغير طوله مترين وشكله تلاتيناتي واقرع، يقول لي حضرتك ده حصل قدامي، حصل قدامك ان عيل صغير اقرع وطويل قوي طوله مترين وماسك سلاح. ناس جميله قوي بتدافع عنهم بالروح والقلب. فانا بطمن الناس اللي بتقول لك لا عمالين نغني على نفسنا وما في واخرتها ايه، لا اخرتها ان هيطلعوا، يعني هيطلعوا. يا جماعه الهكسوس قعدوا في مصر كام سنه؟ قعدوا في مصر كام سنه وفي الاخر طلعناهم. هنمشيهم، والقوانين اللي بتوطن فيهم اللي انا معرفش ليه لاجئ جاي في بلدنا نعمل له قانون علشان نوطنه، وقانون عشان نجنسه، وناخد ناس فلسطينيين نجري وراهم بالمشوار عشان نجنسهم عشان ندخلهم الفرق بتاعتنا. مش ده اسمه تهجير ناعم برضو؟ يدخلوا مصر ما بيطلعوش وما بيخفوش هم وقرايبهم ويشتغلوا، واللعيبه بتاعتهم نجيبهم من بره ونجنسهم. ليه؟ هندخلهم الجيش؟ هو ينفع برلماني متجنس يدخل يشرع لنا القوانين بتاعتنا؟ طب القوانين دي هتبقى شكلها ايه؟ فاكرين يا جماعه الاخوان وهم في البرلمان؟ وعلى فكره حزب مستقبل وطن اللي هم فيه وبيترشحوا من خلاله، حزب مستقبل وطن ده يا جماعه عارفين فلول الحزب الوطني، فلول الاخوان، اليسار، كل الاشكال اللي بتضيع البلد وعصره الليمون هي في الحزن الحزين ده. انا بدعو لمقاطعه الانتخابات ومقاطعه حزب مستقبل وطن والوقوف قدامه، وش نقف قدامه ازاي؟ مش في الشارع ولا ننزل ولا نتجمهر ولا نقف ضد بلدنا ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس هنعلي صوتنا وهنعلي صوتنا وهنعلي صوتنا. الحاجه اللي نقدر نعملها نقطع متاجرهم، اي محل نلاقي فيه شغالين فيه لاجئين نقول لا بصوت عالي، احنا ما بنتعاملش مع لاجئين، المصري اولى، واحنا مش هنتعامل مع المحل ده طول ما هو مشغل لاجئين، يعني نثبت موقف بعدين نخرج ما نتعاملش مع المحل ده تاني. بالاضافه زي ما بقول نقطع محلاتهم، بالاضافه نعمل شير للفيديوهات اللي زي دي حضرتك ليا ولغيري، يعني نعمل شير عشان اللي يسمع اللي ما سمعش. شكرا، وان شاء الله هنمشي الهكسوس الجدد.